5 اسباب تخليك تعمل منظار قولون. منظار القولون مش مجرد فحص، ده اجراء وقائي ممكن ينقذ حياتك. في 5 حالات المنظار بيكون هو الخطوه الاولى والاهم. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. النقطه الاولى نزيف الشرج او تغير لون البراز. ظهور دم في البراز او تغير لونه للاسود دي علامه ما ينفعش نتجاهلها ونقول عليها بواسير من غير فحص. النقطه الثانيه اضطراب العادات الاخراجيه. لو دخلت في نوبات اسهال او امساك مزمنه ومستمره ممكن تعدي 15 يوم وتغيرت طبيعه دخولك للحمام بشكل مفاجئ، كده المنظار ضروره. النقطة الثالثة آلام البطن المتكررة أو المغص اللي ملوش تفسير واضح، خاصة لو معاه شعور بعدم الإفراغ الكامل، دي علامة إن إحنا محتاجين نفحص القولون. النقطة الرابعة فحص ما بعد سن ال 45. لو تميت 45 سنة المنظار هنا بيكون فحص وقائي. ليه؟ عشان نكتشف الزوائد اللحمية قبل ما تتحول لأورام لا قدر الله. النقطة الخامسة التاريخ العائلي. لو في تاريخ عائلي لاورام قولون او زوائد لحميه لازم نبدا الفحص في سن مبكر. الخوف من منظار القولون ملوش مبرر حاليا، الاجراء بيتم بتخدير خفيف وباحدث المناظير اللي بتضمن دقه التشخيص وامان المريض. الوقايه دايما خير من العلاج، اتشخص صح عشان تتعالج صح.